السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أسأل الله العلي العظيم أن يزيل عنا هذا الوباء ونعود إلى مدرستنا سالمين غانمين إن شاء الله. اليوم يا صغاري سأقوم بإنهاء مادة اللغة العربية. هذا آخر فيديو. اليوم سنكمل ما أغلى عيون. سنقوم بدراسة أحفظ. أكتب الكلمات الآتية منتبها إلى الحرف المشدد ثم أعيد كتابة الكلمات. أولا، الحرف المشدد هو عبارة عن حرفين، الأول ساكن والثاني متحرك. لننظر إلى الكلمة علم. علم فيها حرف وحرف اللام. انظر إلى شكل الشدة. الآن الشدة كما قلت هي عبارة عن حرفين، يعني هنا لدينا حرفين لام. الحرف الأول ساكن والثاني متحرك. عند القراءة يشبك الحرف الأول وهو اللام مع ما قبله والحرف الثاني لوحده. انظر إلى كلمة علم كيف سأقرأها. علم. علم. قرأت اللام مرتان. علم. عند القراءة نقوم بالتشديد على الحرف. حرف مشدد أي أقوم بالتشديد على الحرف وقراءته مرتان. علم. الكلمة الثانية عد. عد. الدال الأولى مع العين والدال الثانية لوحدها. عد. 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 الكلمة الأخيرة جهز. جهز. إذن حرف الهاء مرتان. جهز. جهز. هيا ردد الكلمات. علم. أحسنت. عد. جهز. بطل. هيا قم بإعادة كتابة الكلمات. إذن عند التحليل ننتهي من اللام سنكررها مرتين. اللام الأولى تذهب مع ما قبلها واللام الثانية لوحدها. الدال الأولى تذهب مع ما قبلها والدال الثانية لوحدها. الهاء الأولى تذهب مع ما قبلها والهاء الثانية لوحدها. جه ها ز عن د علم. أضع الشدة والحركة المناسبة فوق الحرف الملون ثم ألفظ الكلمات. نرى إلى الكلمة الأولى كلمة معلمة. نضع شدة على اللام ونشدد على الحرف ونقرأ الحركة المناسبة. معلمة. معلمة. إذا نضع تحت الشدة كسرة. نقرأها مرة أخرى. معلمة. معلمة. إذا اللام الأولى ساكنة واللام الثانية متحركة بحركة الكسرة. الكلمة الثانية تذكر. تذكر. ما هي حركة الكاف؟ أحسنت، الفتحة. تذكر. إذا الكاف الأولى تذهب مع الدال والكاف الثانية لوحدها بحركة الفتحة. تذكر. الكلمة الأخيرة يحلق. هيا ما هو الحركة؟ ما هي الحركة؟ أحسنتم، حركة الكسرة. يحلق. يحلق. اللام الأولى ساكنة مع حرف الحاء والثانية لوحدها. يحلق. هيا ردد. معلمة. أحسنت. تذكر. رائع. يحلق. أنتم رائعون. أستخرج من درس القراءة 3 كلمات فيها حرف مشدد وألفظها ثم أكتبها. ننظر إلى 3 كلمات قمت باستخراجها وأنت قم باستخراج كلمات أخرى. كلمة أيها. أين الحرف المشدد؟ أحسنتم، حرف الياء. وما هو حركته؟
الضمة، إذا أقرأها أيها أيها. الكلمة الثانية هي لام شمسية، الشدة على حرف الشين. الشديدة، ما هي حركة الشين؟ أحسنت، فتحة. الشديدة. عند تحليل اللام الشمسية ماذا نقول؟ نضيف أول ثلاث حروف معا، نضيف أول 3 حروف معا، أو ال وأش، لأن اللام هنا لا تلفظ، إذا نكتبهم الثلاثة معا. أش. ثم نعيد حرف الشين مرة ثانية بحركته، الشديدة. الشديدة. الكلمة الأخيرة تتردد. تتردد. الدال هنا أيضا مرتان، دال مشددة. نذهب إلى التدريب الثاني. أستخرج من درس القراءة ما يأتي: تنوين ضم، تنوين كسر، وكلمة تنتهي بألف مقصورة، وكلمة تنتهي بياء. ننظر إلى تنوين الضم: غالية. تنوين الكسر: ألم. وهناك كلمة أخرى قم باستخراجها يا بطل. كلمة تنتهي بألف مقصورة: إلى. إلى. وكلمة تنتهي بياء: تقي. تقي. قم بنقل الإجابات يا بطل، ولا تنسى وضع الحركات على الشدة. اكتب بخط جميل، والتزم بالسطر، وارسم الحروف بطريقة صحيحة. الإملاء المنقول. سأقرأ: وأنت أيها الطالب تحتاج إلى العناية بعينيك، فلا تجهدهما بالقراءة في الضوء الخافت، ولا تعرضهما إلى الضوء الشديد أو الغبار. الآن لدينا حروف ملونة، حروف مشددة، وأيضا حرف الألف المقصورة والياء. إذا تدرب جيدا يا صغيري على كتابة اللام الشمسية، ولا ننسى كتابة اللام عند كتابة الكلمة التي تحتوي على لام شمسية. أحسنتم. الآن لدينا مختارات من لغتنا الجميلة بعنوان معرفة الله. قائل هذه النشيد معروف الرصافي. الآن سأقرأها، هيا استمع جيدا. انظر لتلك الشجرة ذات الغصون النضيرة، كيف نمت من حبة وكيف صارت شجرة، فابحث وقل من ذا الذي يخرج منها الثمرة، وانظر إلى الغيم فمن أنزل فيه مطرا، فصير الأرض به بعد اصفرار خضرا، انظر إلى المرء وقل من شق فيه بصرا، من ذا الذي جهزه بفكرة مفتكرة، ذاك هو الله الذي أنعمه منهمرة، ذو حكمة بالغة وقدرة مقتدرة. قم بالتدرب على قراءتها يا صغيري، هي جميلة جدا. الله هو الذي خلق الشجر والغيم والأرض والإنسان، وأنعمه علينا كثيرة يا صغيري.